الزوراء يخسر والجوية يتعادل. خسر فريق الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي 2-1 من فريق العربي الكويتي، وتعادل فريق القوة الجوية مع فريق سبهان الإيراني 2-2 في ملعب أربيل الدولي. نادي الزوراء خسر في الشوط الأول 1-0، وجاء هدف التعادل عن طريق اللاعب علي محسن بالدقيقة 52، ثم خسر المباراة 2-1. أما فريق القوة الجوية فتقدم عن طريق اللاعب علي جاسم بالدقيقة 24، وجاء هدف التعادل لفريق سبهان الإيراني. انتهى الشوط الأول 1-1. في الشوط الثاني تقدم فريق سبهان الإيراني 2-1، وجاء التعديل عن طريق نفس اللاعب علي جاسم، هذا لتنتهي المباراة 2-2. أما فريق الزوراء خسر المباراة 2-1. خلونا لايك واشتراك حتى نستمر وياكم. لا تنسون هاي الصور اللي قدامكم صور المباراة، صور التدريبات. تحياتنا لكم، مع السلامة.